لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة معنا النجمة الجميلة التي اعتزلت الفن والغناء في عز مجدها وشهرتها، الفنانة إيمان الطوخي. يسمر قلبي في نار، نار عذابي ونار ظنوني، يسمر فكري احتار، الشوق ضناني. نبذة مختصرة عن حياتها الفنية. ولدت إيمان الطوخي يوم 11/1 عام 1958، وهي من مواليد محافظة القاهرة. انتي نورتينا. وهي مطربة وممثلة، وحصلت على كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون عام 1980. شاركت الفنانة إيمان الطوخي كممثلة في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية ناجحة، وفي مجال الموسيقى قدمت عدة ألبومات غنائية ناجحة أيضا، ثم اعتزلت الفن عام 2002، ثم رجعت فترة بسيطة واعتزلت الفن نهائيا عام 2003. مين رشحك؟ انا رشحني للدور الاستاذ يحيى العلمي طبعا، وانا بدين له بكل هذا الفضل. الحقيقه اذا كان انا نجحت في هذا الدور ففعلا بيرجع الفضل الاول والاخير له، لاني انا كنت بشتغل مع الاستاذ يحيى، وده كان اول لقاء معاه. في راودتها كثير من الشائعات التي أثرت عليها لأنها إنسانة حساسة جدا، واعتزلت وهي في عز مجدها وشهرتها. من هذه الشائعات الحب والزواج، اللي وصلت لحد شائعة أنها متزوجة من الرئيس الراحل حسني مبارك. انا حظي حلو قوي طبعا، بحتفل بيكم، وكمان بيشرفنا ويسرنا ان يكون موجود معانا نجمنا الكبير المحبوب جدا الفنان احمد زكي. وبدأت الشائعة تظهر بعد ثورة يناير، وخرجت ونفت هذه الشائعة. وشائعة أخرى تقول أن سبب اعتزالها الفن هو صفوة الشريف وزير الإعلام بأوامر من سوزان مبارك. ومن الأقاويل أيضا أن الفنان أحمد زكي طلبها للزواج وهي رفضت. وبعد اعتزالها الفن رفضت الظهور نهائيا في الإعلام. ظروف جبالة سيبال على التليفون. قصدي جبالة ظروف على التليفون. اوكي، جبالة ظروف على التليفون. من أروع أعمالها مسلسل لا إله إلا الله، الجزء الأول والجزء الثالث، وفيلم الحكم آخر الجلسة عام 1985، ومسلسل بين السرايات عام 1983، وآخر ليالي الشتاء عام 1996، ودماء على الأسفلت 1992، ألف ليلة وليلة مع يوسف شعبان، وشاركت مع محمود عبد العزيز في مسلسل رأفت الهجان. دي كانت نبذة سريعة مختصرة عن النجمة إيمان الطوخي.